طب يا جماعة الفيديو ده فيه خلاصة 5 سنين تجارب فاشلة لعمل البيتزا، زائد خلاصة شيف عايشين في ايطاليا بيعملوش بقالهم سنين غير بيتزا بس، لان العجينة دي هي الاساس بتاع اي بيتزا ناجحة في الدنيا. شايف الفقاقيع بتاعتها دي اسمها بيجا. البيجا دي لازم تتخمر اقل حاجة 48 ساعة. يعني البيتزا اللي بتروح تاكلها في المطاعم وتدفع فيها مبالغ دي بتبقى متخمرة 48 ساعة، اقل حاجة بسيطة اكتر حاجة بسيطة. دي بتتعمل ازاي؟ حضرتك بتجيب نص كيلو دقيق، ولازم يبقى البروتين بتاعه عالي. يعني لو انت جايب دقيق متعدد الاستعمالات او دقيق زيرو زي اللي عندنا في مصر العادي ده، هيبقى كويس بس مش هيطلع نفس النتيجة. يفضل انك تجيب دقيق مخصص للبيتزا. بصوا يا جماعه، قنبله الفرات ده كان احسن حاجه لقيتها لحد دلوقتي. البروتين فيها عالي وكويس، يعني معدل 11 بمراحل. بصوا بتشوفوا البروتين من الخانه دي، فدي كويسه جدا، نسبته 26%، فده ممتاز جدا للبيتزا. هو اصلا مخصص للبيتزا. طريقه العجن بقى والتحضير مهمه جدا، فركزوا معايا. انتوا هتاخدوا من ده بالذات نص كيلو، هتاخدوا من ده نص كيلو بالظبط، وتقوموا جايبين طبق فاضي عادي، وتقوموا حاطين فيه الدقيق اللي هو نص كيلو، وتضيفوا 250 ملي ميه بالظبط اللي كان عليهم الخميره ومجهزينها الخ الخ، وبتقوموا عاجنين. بس يا جماعه احنا مش بنعجن كده، انت ممكن تقلب بمعلقه ولا حاجه، يعني انت ممكن تقلب بمعلقه او تقلب بايدك لحد ما يتعمل كتل. انا مش عايزه اعجن، انا عايزه بصوا هوريكم شكل العمليه دي عامله ازاي. وبعد كده بتقوم جايب علبه تبقى على قد العجينه تقريبا بالظبط. انتوا عارفين يعني ايه على قد العجينه؟ يعني ما تسيبش للعجينه فرصه ان هي تعلى جامد، اخرها لو عليت تعلى بس سنه بسيطه كده. انت بتسيبها 4 ساعات بره التلاجة الاول، وبعد كده بتسيبها 48 ساعه، وبتطلعها قبل الاستخدام بحوالي 3 أو 4 ساعات، لان انت لازم تشتغل بيها وهي بدرجه حراره الغرفه. بس مهم جدا الخطوه اللي انا بقولك عليها دي، لما تيجي تفضي البيتزا علشان تخمر اللي هي البيجا، لازم عشان توصل للشكل ده انك تحطها في علبه محكمه الغلق، وما يبقاش فيه مساحه كبيره لان هي تخمر. يعني ما تحطهاش ليا في طبق كبير يعلى ويخمر، انا مش عايزاها تعلى ومش عايزاها تخمر بنسبه كبيره. انا عملت الخطوات دي دلوقتي، وهرجع لكم بعد يومين من دلوقتي علشان خاطر اكمل معاكم الخطوات كاني بعملها معاكم بالظبط. فياريت انتوا كمان تعملوا الخطوات دي معايا، واستنوني بعد يومين بالفيديو الكامل بتاع البيتزا لما اشتغل العجينه دي ان شاء الله.